تستمعون الآن إلى برنامج خطوة مع الأستاذة خديجة برهان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعي راديو السلام حول العالم أينما كنتم، أحييكم بتحية الإسلام. يتجدد اللقاء بكم في حلقة جديدة من برنامج خطوة معي أنا خديجة برهان، مستشارة أسرية ولايف كوتش. اليوم راح نتكلم في موضوع مهم جدا. احنا بدأنا فيه من الحلقة الماضية اللي هي تربية الأبناء بين الماضي والحاضر، وتكلمنا كيف كان الطريقة أو الأسلوب المتبع في تربية هؤلاء الأبناء قديما والأسلوب المتبع حديثا. وحقيقة صار في الموضوع في نقاشات زي ما يقولوا من وراء الكواليس، لكن طبعا نقاشات إن شاء الله فيها خير كثير جدا، لأنه القصد من طرح الموضوع نحن نفهم إيش معنى عملية التربية. هل هي عملية تربية تتم عن طريق التخطيط أو بطريقة أخرى؟ هل لازم نخطط نحن للتربية ولا ما نخطط؟ ومن المسؤول عن هذا التخطيط؟ هل لازم يكون عندنا هدف من عملية التربية ولا لا؟ وليش اختلطت الأشياء مع بعضها البعض؟ يعني الكلام في التربية صار كثير جدا، بحيث إن احنا ما عاد صرنا نميز ولا نعرف إيش معنى، إيش المقصود بالتربية، وكل واحد صار يترجم أو يفسر معنى التربية حسب هواه أو حسب فهمه أو حسب قدرته أو حسب البيئة اللي هو جاي منها. لذلك في هذه الحلقة بإذن الله تعالى نحن حنبدأ أولى الخطوات في توضيح معنى التربية اللي احنا نتكلم عنه، والتربية التي نريدها لأنفسنا أول شيء، ثم لأبنائنا، ثم للجميع. أول شيء التربية، إيش أهمية التربية بالنسبة للأفراد والمجتمعات؟ التربية أساساً شيء مهم جداً للجميع، للأفراد وللمجتمعات وللصغار وللكبار ولمن نعرف ولمن لا نعرف. بدون عملية التربية هذه هتصير الحياة كلها عبارة عن فوضى، عن نظام يضعه كل شخص في تعاملاته مع الآخرين وفي سيره في هذه الحياة. حيصير عندنا عشوائية. طبعا نحن نحاول بقدر الإمكان نحن نركز على التربية اللي تخصنا نحن أو التربية بصفتنا مسلمين. ما رح نتطرق لأنواع التربية الموجودة في العالم، التربية الغربية أو التربية في السويد أو التربية في أمريكا ولا التربية في هولندا، لأنه هذول كلهم عندهم نظام معين وهدف معين يريدوا أن يصلوا إليه من خلال موضوع التربية الذي يبدأوه مع الأطفال وهم صغار، ثم يكملوا عملية التربية هذه في المدارس عن طريق المناهج التعليمية، ثم عن طريق تربية الآباء عليها وتعليمهم كيف يطبقونها في البيت. فبتلاقي احنا عندنا عملية حصار. طيب، فاحنا الآن رح نتكلم عن التربية فيما يخص حياتنا نحن أو بصفتنا مسلمين. في البداية خلونا نعرف أول شيء إيش معناه تربية عشان نكون نمشي خطوة خطوة في الموضوع هذا كله. طبعا التربية كلمة عامة جدا، بعض الأحيان يراد بها تربية الجسد، بعض الأحيان تربية الذهن، بعض الأحيان تربية التهذيب الأخلاق، بعض الأحيان يكون تربية في جانب معين، لكن هي معناها هي إعداد الفرد ببساطة، يعني بدون الدخول في شروحات كثيرة جدا. هي إعداد الفرد المسلم من جميع النواحي في الحياة، من جميع النواحي، إعداده وتجهيزه وتهيئته للدنيا وللآخرة، في أمور الدنيا والآخرة. هذا بالمعنى البسيط جدا يعني. وفي معنى ثاني للتربية اللي هو نقل المفاهيم والقيم والأفكار إلى متلقي التربية.
نحن كيف ننقل أفكارنا ومفاهيمنا عن الأشياء إلى من نربيهم. طيب مين هم اللي احنا لازم نربيهم؟ هل هم أولادنا فقط؟ كل واحد وأولاده؟ ولا في أشخاص آخرين يستحقوا أنهم يحصلوا على التربية أيضا؟ طبعا مو أولادنا بس، لأنه إذا كان أولادنا بس معناها المعنى ضيق جدا، وحيكون تربيتنا نحن معناها محدودة بأبنائنا فقط في بيتنا في عدد قليل جدا. لكن مقصود متلقي التربية هم أولادنا نحن، أولاد الجيران، أولاد العائلة، الزوجة، يعني الرجل يربي زوجته والمرأة ممكن تربي زوجها، الناس اللي في الشارع، الجيران، زملاء العمل، الأقارب، الأرحام، كل هدول وأكثر منهم هم مستحقي التربية أو متلقي التربية. فهنا إذا خرجنا من موضوع التربية من أبنائنا إلى التربية بصفة عامة. طبعا ربما يكون بعضنا يقول إيش دخلني أنا في هذا الموضوع، أنا يا الله أربي أولادي ولا من أعول. في الحقيقة نحن مضطرين يعني أساساً وملزمين نحن نربي أولادنا ونربي الناس كلها معنا حتى نستطيع أن نحافظ على أولادنا وأولاد الآخرين. لأنه كل واحد إذا ربى أولاده وأطلقهم بعد كده في المدارس وفي الشوارع ومع زملائهم راح يخربوا عليه تربيته أساساً، وراح يفسدوا عليه شغله تماماً. لأنه راح يخرج الابن أو البنت إلى المدرسة حيتلقى تربية مختلفة تماماً، فحتخرب تربية الأب أو تربية الأم التي تمت سابقاً. فحيكون في مربين جدد دخلوا في خطة التربية ومؤثرين آخرين. طبعا حيكونوا هم الأقوى بالنسبة للأب والأم، لأنه الأبناء يحتكوا فيهم بشكل آخر أو بشكل مستمر وبشكل أقوى. إذا خرجوا الأبناء إلى الشارع حيتلقوا برضو تربية مختلفة في الشارع من أولاد اللي يلعبوا معاهم أو البنات اللي تلعب معاهم البنت. ليش؟ لأنه هذول جو من بيئة كمان تربيتها مختلفة، والمجتمع راح يربي. طيب وبعدين وراح الولد النادي والبنت راحت النادي ولا راحوا الجامعة حيتلقوا تربية مختلفة، فحيتنقلوا بين أنواع مختلفة جدا من أنواع التربية التي تخالف تماما التربية التي تلقاها هذا الابن أو هذه البنت في البيت. لذلك يجي دور مهم جدا في موضوع التربية. نحن تربيتنا ما هي لأولادنا بس، إنما نحن هنربي أولاد العائلة، حنربي الرجال من العائلة، وحنربي النساء من العائلة، وحنربي الزوجات، وحنربي الأزواج، وحنربي الأعمام والأخوال والخالات وأبنائهم، والجيران وأبنائهم، والأصدقاء وأبنائهم، وكل من لنا نحن صلة بهم راح نقوم بعملية تربيته. طبعا لا ننسى ونذكركم أنه موضوع أو معنى التربية هو نقل الأفكار والمفاهيم والمقاييس. فإحنا حننقل هذه الأشياء إلى الآخرين حتى نكون نحن في مأمن وفي يعني في مسار آمن جدا في موضوع تربية أبنائنا. إذا قلنا إحنا التربية بهذا الشكل هي محددة جدا، لكن لا نخلط بينها وبين أشياء أخرى. فين الخلط في موضوع التربية؟ بعض الأساليب اللي يتبعها الناس أو الآباء أو الأمهات في تربية أبنائهم يعتبروها من التربية. هي ما هي تربية، هي أساليب تربوية فقط. حتى المدرسين ولا المربين لما يستخدموا أسلوب معين هي أساليب تربوية بس ليست التربية. أساليب لإيصال فكرة التربية أو بعض الأفكار التي نحتاج نقلها إلى المستحقين للتربية. فبعض الناس أو كثير من الناس يسوي عملية خلط بين التربية وبين أساليب التربية وبين مناهج التربية وبين الفلسفات التربوية، أو حتى القراءة في كتب كثيرة جدا تربوية بدون تمييز ما الذي نقرأه نحن أو إيش الأشياء اللي قاعد نتلقاها أو الدورات اللي قاعد ناخذها تندرج تحت أي شيء. هو هذا اللي يسبب عملية الإرباك للمربي. فنلاقي بعض الأمهات مثلا تشد حيلها وتدخل دورة تربوية لأبنائها، ما تدرك إن هي كانت تتعلم أساليب تربوية، لكن المفروض إن هي عندها الخريطة وهذه الأساليب تساعدها فقط للوصول للهدف تبعها. فهي تستغرب إنه أنا تعلمت كده وأخذت كده ولما جيت أطبق مع أولادي كان الموضوع صعب. طبعا موضوع صعب، هذه أساليب بس مو هي التربية نفسها. التربية لازم تكون بهدف، لازم تكون مخطط لها، لازم الأب والأم والجميع أو الناس اللي هم واقعين تحت عملية التربية لازم نحن نكون عارفين ليش نحن نبغى ننقل لهم هذه الأفكار والمفاهيم والقناعات. لماذا؟
إذا ما عرفنا إحنا لماذا نريد أن نربي بهذه الطريقة أو بهذا الأسلوب للوصول لهدف معين، معناها عملية التربية راح تدخل في مرحلة تسمى المرحلة العشوائية في التربية. المرحلة العشوائية في التربية إيش معناها؟ معناها أن التربية حتكون ما في لها خطة ولا أسلوب معين، فهي حتخضع بعض الأحيان للعادات والتقاليد. فحناخد شوية من العادات والتقاليد ونربي عليها أولادنا، زوجاتنا، اللي الناس يعني خلاص لما نتعامل مع الناس إحنا عاداتنا كده، نحن تقاليدنا كده. يجي ولدي يسألني ولا بنتي ليش هذا الشيء نسوي بهذا الشكل؟ والله إحنا عاداتنا وتقاليدنا كده. خلاص من يوم ما أقول أنا عاداتنا وتقاليدنا معناها أن أنا سويت عملية فصل بين أبنائي أو بين من أربيهم وبين المجتمع كله أو بين الأفراد الآخرين. أو مثلا تتأثر عملية التربية هنا بالأهواء والمزاج، ليش نحن نسوي كده؟ والله ليش تسوي يا بابا ويلا يا ماما بهذا الشكل؟ والله أنا مزاجي كده، أنا أبغى أربي أولادي بهذه الطريقة، أنا كيفي أولادي هذول أربيهم زي ما أبغى. كيف زي ما تبغى يعني؟ هذه عشوائية. أو مثلا يتعامل الرجل بطريقة معينة مع زوجته عشان يربيها ويعلمها، ليش هذا الشكل؟ والله أنا مزاجي أربيها على كيفي حتى تكون على هوايا. ولا المرأة نفس الشيء، تربي زوجها أو تعوده على شيء معين، والله أنا أبغى أربيه على كيفي. هذه اللي على كيفي هي العشوائية. معناها هنا صارت عملية التربية للأفراد اللي حولنا سواء كانوا صغار ولا كبار هي عملية عشوائية جدا. أو مثلا نربيه حسب النظام البلد اللي احنا نكون فيه، أكون اليوم في البلد الفلاني أربي أولادي وزوجتي وكل الناس اللي حواليا قاعدة أنا أشتغل على تربيتهم وتوجيههم وقيادتهم حسب النظام الماشيين فيه في هذا البلد. طيب انتقلنا لمكان ثاني أغير الخطة، انتقلت للمكان الثالث أغير الخطة. كل تغيير هو عملية عبثية جدا وتضيع الجهد اللي قبله، ويكون عملية التربية هنا عملية عشوائية. يصير الأبناء مثلا ولا البنات يكبروا صح، صحتهم كويسة، دراستهم ممتازة، تعليمهم قوي، كل شيء كويس، لكن في فوضى في أدمغتهم، أفكار كثيرة، خليط من أشياء كثيرة، ما عندهم أي مبادئ يرجعوا إليها في عملية التربية لأنفسهم أو لمن حولهم ممن يؤثرون فيهم. طبعا بطبيعة الحال نحن لما نربي بهذا الشكل أولادنا راح ينقلوا هذا الأسلوب في تعاملاتهم مع الآخرين، فإحنا كمان بهذا الشكل بشكل غير مباشر قاعدين ننقل عملية تربية عشوائية. فيجوني أولادي كمان بأفكار عشوائية من برا، يصير كلنا نعيش في دائرة غير مخطط لها أثناء السير في موضوع التربية. لذلك الكثير من الآباء والأمهات يشعروا بالتعب في موضوع التربية ووضع الأهداف لأبنائهم، لذلك يركزوا على مسألة التعليم، تعليم أولادهم أو وضعهم في مدارس مميزة، أو الحرص على أنهم مثلا أولادهم يكون عندهم حسن الخلق فقط، بدون ما ينظروا إلى موضوع الأفكار التي قد تكون موجودة عندهم أو التي يتناولونها في حياتهم. فهنا العشوائية هذه اللي قائمة على العادات والتقاليد، واللي قائمة على الأهواء، واللي قائمة على المزاج، ولا على النظام العام، ولا على أنا أبغى وما أبغى، ولا أحب ما أحب وكيفي أربي زي ما أبغى، هذه العشوائية يعني تضيع جهد الأبوين، وفي النهاية هم لن يحصدوا شيئا من تربيتهم لأولادهم غير أنهم كبروهم وعلموهم وأكلوهم وشربوهم. طالعين فاصل وراجعين بعد الفاصل بإذن الله تعالى نكمل هذا الموضوع المهم، لا تروحوا بعيد. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة، وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة،
ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. تستمعون الآن إلى برنامج خطوة مع الأستاذة خديجة برهان. رجعنا لكم بعد الفاصل. كنا قبل الفاصل تكلمنا عن التربية بغير هدف تقوم على أي أساس. كنا على أساس العادات والتقاليد والنظام والأهواء والأنظمة والمزاج والعشوائية والجهل وردة الفعل. كل هذه راح تضيع علينا جهدنا في تربية أولادنا وبناتنا. طيب إذا معناها نحن محتاجين إيش نسوي؟ معناها أن نحن أول شيء محتاجين يكون عندنا الهدف، نرسم الهدف الذي من أجله نقوم نحن بعملية التربية. لازم نعرف نحن أولادنا وبناتنا بصفتنا مسلمين كيف نبغى نربيهم وليش نبغى نربيهم بهذا الشكل. نحن لازم نكون حريصين نحن نربي أبناءنا تربية إسلامية. ولما نقول تربية إسلامية ممكن يتبادر للذهن تربية يعني قائمة على أن أولادي يحفظوا القرآن الكريم مثلا، أو يلتحقوا بحلقات التحفيظ، أو يركزوا على الجانب الديني والفقه والشريعة وهذه الأشياء. نحن نظن كذا ممكن، أو بعضنا يظن هذا الظن، أو أنه تربية يعني قائمة على أنه يعني ما يمارس الحياة العصرية لأجل وجود قيود وموانع كثيرة جدا. أو ممكن بعضنا يفكر أنه راح يرجع 100 سنة لورا فحيكون في شوية تخلف، إذا ما قلنا 100% تخلف يعني. ففي دائما مربك موضوع التربية الإسلامية ومعناه ومفهومه عند الناس. طيب، والسبب الإرباك هذا هو الواقع الذي صنعه، أو تصرفات الناس حسب كل واحد كيف فهم موضوع التربية الإسلامية وطبقها في حياته. صار مفهوم الناس هو كذا، هذا هو شكل التربية الإسلامية. حقيقة مفهوم التربية الإسلامية ليس هكذا. مفهوم التربية الإسلامية هو التربية بهدف أو تربية فكرية. يتربى الابن أو البنت على أفكار الإسلام، على قاعدة فكرية اللي هي إيش؟ إنه إحنا مسلمين وعندنا مقياس للأعمال وعندنا نظام حياة، يعني عندنا عقيدة ونظام حياة نعيش من خلاله. ما نقدر نعيش بعشوائية. ليش؟ لأنه الإسلام عندما جاء واعتنقه الناس كان من الهدف الأساسي منه إيش هو؟ إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. لما نقول عبادة العباد معناها قصدنا إحنا عبادة الأهواء، عبادة الأنظمة، عبادة العادات والتقاليد، اتباع. يعني العبادة هي الاتباع، اتباع العادات والتقاليد، اتباع للأهواء، اتباع للأنظمة، اتباع للواقع الحالي. أربي أولادي والله واقع الحالي كده يلزمني بالتربية. الإسلام لما جاء أخرج الإنسان من هذا كله، هذا كله ما له قيمة عنده. موجود هذا الواقع لكن لا تستخدم الواقع في أنك تعيش من خلاله ولا في الحكم على الأشياء. إنما الله سبحانه وتعالى أعطانا نظام معين نتبعه في حياتنا في تربية أبنائنا، هو هذا الذي نتبعه مع أبنائنا. إذن التربية الفكرية هي عقيدة، نحن مسلمين، وليس فقط الإسلام اللي هو اللفظي، إنما نظام حياة لازم نربيهم على هذه الأشياء. فتكون تربيتنا الإسلامية تربية بهدف معين أو مقيدة بهدف معين. طب إيش هي مميزات هذه التربية الإسلامية؟ إيش تختلف عن التربية الموجودة في العالم الآن أو اللي كانت موجودة زمان؟ أساسا زمان نحن لما نقول يعني الناس كان ما زالوا يربوا تربية إسلامية، وبعدين بقايا التربية الإسلامية بعدين دخلوا في التربية الحديثة اللي ضاعوا من خلالها. إذا مميزات التربية الإسلامية هي أول شيء احنا قلنا عليها هي تربية ذات هدف، عندها هدف في أثناء التربية.
هذا الهدف ينطلق من فكرتها عن الحياة الدنيا، ومن أنه الحياة الدنيا هي ما يعيشه الإنسان ويستغل كل شيء فيه، وأنه هو خليفة الله في الأرض ويستفيد من كل شيء فيه، لكن ما ينسى نصيبه كمان من الآخرة، أنه هذه الدنيا أعمال الدنيا مرتبطة أيضا بالآخرة، فأي شيء راح يقوم فيه الإنسان الآن في هذه الدنيا راح يحمله معه في الآخرة. لذلك كان في توازن في نفسية وعقلية هذا الإنسان أو الشخصية الإسلامية في إيجادها. الإنسان أو أبنائنا وبناتنا لما نبدأ نربيهم على الإسلام وفكرة الإسلام وكيف يطبق الإسلام في واقع الحياة، يشعروا هم بحالة توازن نفسي وحالة توازن عقلي. ليش؟ لأنه كل شيء في الدنيا بالنسبة لهم له تفسير معين، وكل سؤال يسألوا يجب أن يكون لها إجابة تقنع العقل وتطمئن القلب. أما تقنع العقل وما تطمئن القلب، هذه معناها أن الإنسان محتاج دائما مهدئ لقلبه ومسكن، فينصرف من خلالها إلى أشياء كثيرة. فإذا أول شيء المربين نفسهم الأب والأم فهموا فكرة الإسلام في التربية كيف هي وتأثيرها عليهم راح يبان، راح تلاقيهم تلقائيا هم بيربوا أولادهم على هذه التربية. لكن إذا كان المربين الأب والأم ما يعرفوا أساساً إيش معنى التربية الإسلامية، ولا حاولوا أنهم يربوا أنفسهم ويتبنوا أفكار الإسلام كنظام حياة داخل بيوتهم، صعب جدا حيكون عملية تربية الأبناء تربية إسلامية، إنما حيكون فقط تربية أبنائنا حتكون تربية على بعض المواد الإسلامية، قرآن، حديث، فقه، دراسات شرعية بهذا الشكل. لكن كيف نطبق هذا الإسلام ما يعرفوه، لأجل أن الأب والأم أساسا ما يعرف كيف يطبق الإسلام. ممكن من بعضنا يقول أنه تطبيق أحكام الإسلام أو نظام الإسلام في بيوتنا أو في حياتنا هذه الأيام جدا صعب. مع الأسف الشديد أنه هذا من الهزيمة النفسية، وأن الصعوبة ما هي موجودة، لأن الله سبحانه وتعالى هو خلق الإنسان ويعرف تماما الإنسان مع مراحل اللي تمر عليه في حياته إيش محتاج. فالله سبحانه وتعالى هو اللي خلق، هو اللي يعرف، لكن الإنسان ما يعرف ولا شيء. ببساطة يعني نقدر نقول نحن موضوع التربية الإسلامية كيف نقدر نشبهه أو تربية أبنائنا زي الإنسان اللي يخترع جهاز. أكيد لما يخترع الجهاز بيلحق مع الجهاز هذا كتيب إرشادي كيف تستخدم الجهاز، على كم الكهرباء لازم تستخدمه، وإذا أصابه العطل كيف تحل المشكلة، وإذا صاب العطل مرة 100% كيف تتصل بالشركة وتتواصل والضمان وإلى آخره. هذا في حال الأجهزة المادية. نفس الشيء في الإنسان، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهو عارف تماما إيش محتاج، عشان عارف حاجته مع مر العصور كيف يقدر يعيش وكيف يقدر يتوازن وكيف يكون هو سعيد في هذه الدنيا وسعيد بإذن الله عندما يذهب إلى الآخرة. نزل له القرآن الكريم اللي في كل شيء كيف يعيش من خلاله أو في نظام حياته. طيب، إذا هذا أبرز شيء في التربية الإسلامية. لذلك تعد التربية الإسلامية هي التربية المميزة والفريدة من نوعها على مر العصور حتى في هذا الوقت الحالي. ليش؟ لأنه لها خط بداية ولها خط نهاية، ومعروف الهدف تبعها ومعروف التسلسل تبعها، وتراعي تماما المراحل العمرية المختلفة، وتراعي تماما الحاجات النفسية والحاجات العضوية للأبناء والبنات أثناء تربيتهم. إذن التربية الإسلامية هي تربية مميزة لأنها تنطلق من قاعدة فكرية وتبني على هذه القاعدة الفكرية كل الأفكار والمفاهيم. لما نقول الأفكار والمفاهيم قصدنا إيش؟ أي نوع من الأفكار قاعدين نتكلم عنه؟ نحن مثلا من ضمن الأفكار اللي هي التوكل على الله، من ضمن الأفكار المال الحلال، الحياة السعيدة، هذه أفكار. طيب، لما الإنسان يعرف مثلا مسألة الحرية كمان من ضمن الأفكار هي الحرية. لما يجي الإنسان يتربى في الإسلام على مبدأ الحرية، ممكن في الوقت الحالي الناس تفهم الحرية أنه حريتي تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين. أنا أسوي الأشياء زي ما أبغى وبحرية طالما أنا ما جالس أضر أحد ولا أذي أحد، طالما أنه أنا سعيد بحياتي بهذا الشكل أو الطريقة التي أعيش بها فهذه حريتي، فلا تتدخلوا في حياتي ولا تتدخلوا في قراراتي. هذه الحرية العامة الآن كل الناس تتكلم فيها، لكن في الإسلام الموضوع مو كده. موضوع الحرية في الإسلام له ضابط شرعي. الضابط الشرعي إيش هو؟ أن الإنسان هو عبد لله سبحانه وتعالى، فهو أعماله
تسير بحسب ما قال الله وقال الرسول، يعني بالحلال والحرام. ما في شيء اسمه حرية مطلقة، أضر نفسي ولا ما أضر نفسي والكلام هذا كله. إنما الإنسان أعماله كلها لها مقياس معين اللي هي الحلال والحرام. الحلال معروف والحرام معروف، خلاص. أضر نفسي ما أضر نفسي هذه الجمل مش موجودة. ومسألة أنه أنا أعيش حياتي بحرية طالما أنه ما في أي مشكلة، والتساهل هذا بدون ضوابط شرعية، هذا كله ما هو موجود في الإسلام. إنما محدد تماما أبيض أو أسود، هذا الفعل حرام ولا هذا الفعل حلال، وخلاص، والإنسان يقرر. والغالب فينا نحن دائما في المتشابهات وفي قريب من الحرام يعني نقع فيه في أثناء تربية أبنائنا وبناتنا. ليش؟ لأنه احنا نحط اعتبارات للعائلة، للعادات والتقاليد، للأنظمة اللي نعيش فيها، لمزاجنا، لهوانا، لأولادنا، ما نبغى نتصادم معهم. فدائما نخفف بعض المسائل التربوية على أبنائنا حتى نحن يعني لا نزعلهم، وحتى ما نزعل مع الناس، ولا حتى ما نتزاعل مع المجتمع، ولا حتى ما نتزاعل مع النظام. طيب إذن أفكار اللي يعالجها أو اللي يبني عليها الإسلام كل نظامه هذه هي. إذا مقياس الأعمال في الإسلام هو الحلال والحرام. أما مقاييس الحالية اللي الناس تتبعها في عملية التربية، المصلحة والأهواء والتطور ومنفتحين وخلونا عادي جدا وأوبن مايند والكلام ده كله، ما في، مو موجود في الإسلام. ليش؟ لأن الإسلام في أثناء تربيته لأبنائنا وبناتنا، أو فكرة الإسلام في أثناء تربية أبنائنا وبناتنا فيها، نحن بنوجد نماذج فريدة جدا من الناس، نماذج مختلفة تماما، كما جاء في تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. يعني الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، هل قاموا من النوم يعني الصباح ولقوا نفسهم خلاص كذا يعني من العشرة المبشرين بالجنة، ولا أنه مثلا هم خير خلق الله على هذه الأرض؟ لا طبعا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بالإسلام هم أول شيء سووه نطقوا بالشهادتين. إذا كان أول خطوة في تغيير أفكارهم وتربيتهم تربية إسلامية نطقهم بالشهادتين. ثم الخطوة التالية كانت إيش هي؟ أنهم يهدموا كل الأفكار اللي كانوا جايين بها من الجاهلية وكل الأعراف وكل العادات والتقاليد، واستبدلوها بأفكار الإسلام. طبعا هذا الكلام متمثل في إيش؟ في أنه لما هاجروا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى بلاد الحبشة، وجاء عمرو بن العاص حتى يسترجعهم، وسمع كلامه أنه هؤلاء قوم سفهاء من قومنا وخرجوا علينا وإحنا نبغى نسترجعهم. قال لازم، النجاشي قال لازم أجيبهم للصحابة هذولا أو أصحاب محمد وأسمع منهم. فعرض عليهم الكلام، يعني ماذا يقول عمرو بن العاص؟ أنكم خرجتم على قومكم وجئتم بدين آخر وسفهتم عقولهم وإلى آخره. فلما أجاب جعفر بن أبي طالب على سؤال النجاشي قال له: جاءنا رسول أخرجنا من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. إيش معناها هذه الحرية؟ الحرية اللي كانت أول شيء مقيدة بالأهواء والمصالح، أو كانت دائما تقوم على الأهواء والمصالح، وأعبد الصنم هذا وأتفاءل في هذا وأتطير من هذا، كل هذا ألغاه بأول شيء أنه أخرجنا من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ثم أمرنا بحسن الخلق وأكل الحلال، وحرم علينا شرب الخمر إلى آخره، لما ذكر كل الأشياء السيئة اللي كانوا يسووها. ولما جاء الإسلام كلها خلاف هذه الأشياء يجب أن يقوموا بها ويستبدلوها. سمع النجاشي هذا الكلام قال إيش؟ والله هذا النبي يعني لم يأتي إلا بخير، وهو وعيسى يخرج كلامهما من مشكاة واحدة. إذن هذا هو الكلام، أنه بإيجاد أفراد مميزين من خلال تربية الإسلام أو التربية الإسلامية. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، عمر في الجاهلية ليس هو عمر في الإسلام. عمر في الجاهلية كان رجل غضوب، وكان الواحد يعني تقدروا ترجعوا لها في السيرة كيف كان عمر بن الخطاب في الجاهلية، ولما دخل الإسلام إيش سوى فيه. أصبح عمر أرق الناس قلبا، شديد مع الحق فقط، وكان يعني كثير البكاء، وكان يعني تغير تماما 180 درجة. كل الأفكار اللي كان يحملها في الجاهلية كلها تركها وانتقل إلى أفكار الإسلام. لذلك ظهرت عندنا هذه النماذج مثل عمر. طبعا ممكن برضو نرجع نقول، نحن دائما عندنا المقارنات هذه، نحن نقول هذول الصحابة إيش دخلنا نحن، أو هذا الرسول. طب ما هذا بشر وهذا بشر، هذا عنده عقل وهذا عنده عقل، هذا عنده قرار وهذا عنده قرار. إيش الفرق بيننا وبينهم؟ الفرق هو القرار. نحن إيش نبغى؟
كل شيء موجود وكل شيء موفر. ماذا نريد نحن ماذا نريد؟ هذه ما نبغى نخوض فيها، لأنه نخاف أنها تتعارض مع مصالحنا ومع أهوائنا ومع المجتمع ومع العادات والتقاليد ومع العرف، فبالتالي ما نجاوب على هذا السؤال. إنما نحاول دائما نقترب من التربية الإسلامية كده من بعيد لبعيد، خفيف خفيف، لكن باقي الأشياء نعيش إحنا زينا زي الناس، لأنه لا نحب أن نكون مختلفين ومميزين عن الجميع حتى لا نشعر بالغربة معهم أو منهم. دائما الإنسان لما يتربى تربية إسلامية هو إنسان مختلف، لأنه لن يقبل ما يقبله الناس، ولا راح يعيش بهالطريقة، ولا راح يعجبه شيء، ودائما حيكون يصلح ويقول هذا حرام هذا حلال ما يجوز، وهذا لازم نسوي كذا وهذا نسوي كذا. فهذا الطريقة في التعامل هي مزعجة للآخرين، وهذا الاختلاف هو الإنسان ينزعج منه إلا من رحم الله. لكن الصحابة رضوان الله عليهم لم ينزعجوا من هذا الاختلاف، لأنهم أساسا كانوا عايشين في جاهلية كبيرة، وإحنا الآن مع الأسف الشديد إحنا عايشين نفس الجاهلية في تربية أبنائنا. فإحنا بنربي أولادنا من الأفكار الغربية، ناخذ شوية وناخذ من العادات شوية وناخذ من أفكار الإسلام شوية وناخذ من البلد اللي إحنا عايشين منه شوية، فيجوا أولادنا يعني كوكتيل، يعني تشكيلة غريبة جدا، فالواحد ما يعرف كيف يتعامل معه. وهذه هي أهم أو مميزات التربية الإسلامية، أنها تحاول دائما إيجاد أشخاص مميزين في كل جوانب الحياة، مع الحفاظ والمراعاة على مواهبهم وقدراتهم ومهاراتهم، وتنميتها وإبرازها وتصديرها للمجتمع حتى يكونوا هم قادة هذه الأمة. طالعين فاصل وراجعين نكمل بعض الفقرات في حلقة اليوم، فلا تروحوا بعيد. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات، ليصل إلى جمهوره ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة، وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. تستمعون الآن إلى برنامج خطوة مع الأستاذة خديجة برهان. رجعنا لكم بعد الفاصل. عندنا سؤال اللي هو طيب ليش لازم يكون مقياس الأعمال هو الحلال والحرام؟ ببساطة لأنه إحنا مسلمين أصلا يعني، فمن فين نبغى نجيب مقياس لأعمالنا؟ كيف نبغى نعرف إيش اللي ينفع واللي إيش ما ينفع معانا؟ فبالتالي لأن إحنا مسلمين إحنا مقيدين في أعمالنا بما أمر الله أو بما قال الله وبما أمر الله وبما نهى عنه. أما نحن مثلا ناخد بعض الأحيان يعني لازم نحدد زي ما يقولوا لازم نحدد موقفنا.
في سلوكياتنا في تصرفاتنا. وهذه التحديد نحن كمربين لما نحن نمارسه هو حنطبقه على أولادنا وحنعلمه أبنائنا وبناتنا. لما يجي ولدي أو بنتي أو أنا لما أجي أتصرف شيء لازم أعرف هذا اللي أسويه هو حلال ولا حرام، مكروه ولا يعني إيش ما يكون. يعني بهذا الشكل لما أنا أصنفه أو أحطه في خانة معينة معناه أنا حددت المسار. أما أني أنا ما أقول هذا حلال لا هذا حرام ولا هذا مكروه ولا هذا منهي عنه ولا هذا مندوب ولا هذا يجوز ولا هذا ما يجوز، وأقرر فقط بناء على رغبتي أنا وهوايا أنا ولا عاداتنا ولا تقاليدنا وكذا، معناها هنا يحتاج الإنسان مراجعة، لأنه في النهاية الله سبحانه وتعالى مطلع. وممكن نحن نتحجج بعض الأحيان نقول إيش نسوي؟ طيب نحن ما نقدر نمشي خلاف العادات والتقاليد أو خلاف المجتمع أو خلاف الواقع. هذا أساسا موضوع التربية هذا من الابتلاءات، والحياة الدنيا كلها أساسا ابتلاءات. فإذا كانت الحياة سهلة وكل شيء فيها تمام تمام وما نتصادم مع أحد ولا نتعارض مع أحد ولا نبذل فيها جهد، خلاص معناها هي ما صارت متاع الحياة الدنيا، إنما صارت دار الخلود. فهنا عملية التربية أساسا هي عملية مستمرة تبدأ منذ الولادة وتنتهي بانتهاء حياة الإنسان فقط. ونتائج التربية دي كلها الإنسان بيشوفها في الدنيا ويشوفها في الآخرة كيف مشي فيها. لذلك هذا المقياس مهم جدا حتى يسهل عملية التربية. لما أجي أربي أنا أولادي وبناتي أربيهم أعطيهم الأفكار خلاص العادي جدا اللي في حياتهم اللي قاعد يصير، وأبدأ أترجم لهم وأفسر لهم إياه. مثلا أخطأ في سلوك أبين له ليش الخطأ في ذا السلوك، ليش لا تسوي هذا السلوك. ما أقول له والله عشان أنا والله أزعل منك ولا عشان الناس لا تقول عليك ولا عشان إنه عيب وإيش يقولوا الناس لا، خلاص هذه الأشياء كلها تنلغي. المصطلحات أو الألفاظ اللي تستخدم في التربية بهذا الشكل تنلغي تماما. إنما أنا أربط الأبناء وهم من وهم صغار، أعرفهم تماما إنه هذا يحبه الله وهذا يكرهه الله، وهذا حلال وهذا حرام. خلاص برمجة منذ الصغر، يتبرمجوا هم وأنا أتبرمج. أثناء تربيتي أنا لأبنائي أنا بربي نفسي أساسا. يعني إنسان ما يقول مثلا والله لغاية ما أربي نفسي متى أجيب أولاد، لا، أنت جبتهم ولا جو الدنيا وكل شيء وأنت بدأت معاهم، أنت في الأساس حتبدأ موضوع تربيتك لنفسك من اللحظة التي سوف تنوي فيها تربية أبنائك تربية إسلامية. لأن الأبناء بطبيعة الحال عينهم معقودة بالأبوين، مربوطة بالأب والأم، يشوفوا ما يستحسنه الآباء يسووه وما يكرهوه الآباء ما يسووه. بهذا الشكل ماشي موضوع التربية. لذلك لازم إذا نربط أبنائنا منذ الصغر، نربط أنفسنا في أفعالنا إنه هذا مما أمر الله به وهذا مما نهى عنه، أو هذا مما يحبه الله وهذا مما يكرهه الله. بهذه الطريقة راح يشعر الأبناء والبنات أثناء تربيتهم إنه الموضوع جدا بسيط إنهم يتربوا تربية إسلامية، وهذا راح يخليهم على فكرة دائما مرتاحين نفسيا. ليش؟ لأنه ما حيقعدوا في التخبطات. انتوا عارفين إنه موضوع التربية موضوع معقد، وإنه في كل مرحلة عمرية يتغير سلوك أبنائنا، سواء لتلقيهم أفكار مختلفة أو سواء بمرورهم بالمراحل الهرمونية أو التنقلات من مرحلة لمرحلة. يعني الصغار ويكونوا في أول المراهقة بعدين نص المراهقة بعدين آخر المراهقة، فيصير عندهم شوشرة. لكن في غالب الأبناء اللي تبدأ تربيتهم تربية إسلامية ما يمروا بهذه المرحلة، لأنه هم الخطوط في الحياة بالنسبة لهم واضحة تماما، فحتكون أخطائهم بسيطة جدا. طبعا من خلال عملية التربية الإسلامية نحن ما راح يكون عندنا أبناء ما يخطئوا، لا راح يكون عندنا أبناء يخطئوا، لكن حيكونوا على مبدأ إيش؟ يذنب ويستغفر، يعني عارف تماما إيش قاعد يصير معاه، لكنه ما راح يستمر البقاء في الخطأ أو في الذنب أو في أي شيء وقت طويل جدا. طيب أثناء عملية التربية إيش المفاهيم اللي أنا أحتاج أني أنا أعلم وأربي عليها أبنائي؟ نحن قلنا أنه إحنا عندنا مفاهيم كثيرة جدا في الحياة، زي مفهوم النجاح، مفهوم السعادة، مفهوم الرزق، مفهوم، هذه مفاهيم كثيرة جدا أكثر مما ممكن نقدر نذكرها. ناخذ مثلا مثال واحد، مفهوم النجاح. النجاح الآن في الواقع الحالي اللي يشوفوه أبنائنا مرتبط بإيش؟ إني أنا أكون مؤثر مثلا في السوشيال ميديا، أكون مشهور، أكون غني، أكون أقدر أسافر، ولا عندي شهادة، ولا السمعة، ولا يعني أكون شيء بارز جدا في المجتمع. هذا هو مقياس النجاح. إذا صار عندي والله مال كثير وتجارة وبيت وعقار وإلى آخره معناه أنا ناجح. إذا صرت أنا مشهور جدا والناس كلها تعرفني معناه أنا ناجح.
إذا كنت أسافر دائما وأبدا، يعني ما أنزل من ظهر الطيارة زي ما يقولوا، معناها أنا ناجح جدا، يعني قدرتي على السفر، أو مثلا سمعتي أو شهادتي العلمية أو مهنتي اللي أنا أزاولها أو المكانة الأكاديمية اللي أنا فيها. هذا هو مفهوم النجاح اللي الآن الناس كلها أو نحن كلنا نسعى للوصول إليه. وحقيقة مفهوم النجاح في الإسلام مختلف تماما عن هذا كله، لأنه هذه الأشياء متعلقة نجاح الإنسان فيها على قدراته ومهاراته وتعليمه والبيئة وظروف معينة هي تصنع له هذه الأشياء. لكن في الإسلام مفهوم النجاح مرتبط أن الإنسان يكون إيش؟ يكون عمله دائما فيما يحب الله وفيما فيه خير له وللناس من حوله، يعني يساعد في إعمار الأرض. هذا هو الإنسان الناجح ببساطة، هذا هو الإنسان الذي فيه خير، هذا هو مقياس النجاح. الإنسان اللي يقدر أنه يربي أولاده تربية إسلامية هذا إنسان ناجح. ليش؟ لأنه اتخذ قرار أول شيء، ثم اتخذ خطوة في اتجاه القرار الذي أراد أن يصل إليه، فهذا ناجح من أول ما بدأ. لكن فبالتالي هذا الشخص لن يعنيه أي شيء آخر. مفهوم السعادة، مفهوم السعادة في الإسلام إيش هو؟ مفهوم السعادة في الإسلام أي عمل أقوم فيه أنا أبتغي به رضا الله سبحانه وتعالى ببساطة. أي عمل حتى لو كان من أعمال الدنيا أنا أراقب الله فيه، فأنا أقوم فيه بكيفية التي أمر الله. حتى أعمال الدنيا لما نقول نحن أي شيء طيب، لكن أنا عيني معلقة بأن هذا العمل يرضي الله ولا لا. هذا مفهوم السعادة. لكن مفهوم السعادة الحالي في إيش؟ مفهوم السعادة الحالي أصبح في أشياء كثيرة جدا، في البيت الواسع، في الأبناء، في الوظيفة، في المال، في أشياء كثيرة جدا. هذه المفاهيم لما دخلت شوشرت على أبنائنا وشوشرت علينا إحنا كمربين في توجيه أبنائنا، فنحن نرسم لهم الخط. فبالتالي لما نيجي نرسم لهم الخط إحنا نقول لهم ما في مشكلة، خليك ناجح في دراستك وكل شيء، لكن راقب الله وأوامر الله أثناء دراستك، هذا التخصص مثلا أو هذه الأعمال أو هذه الأشياء ما في مشكلة، سوي اللي تبغاه، لكن اسأل نفسك لماذا أقوم فيه. ولا أبغى أصير رياضي، طيب ممتاز، مارس الرياضة هذه، لكن لا تقبل أثناء ممارستك هذه الرياضة ما يغضب الله أو ما يحرمه الله علينا من سلوكيات، من يعني أسلوب، من أي شيء يخالف تماما أنه أنت مسلم. طيب، فهذه هي ببساطة تربية الإسلام. نحن نعلم أولادنا المفاهيم. إذا قلنا إحنا المفاهيم اللي نحتاج نحن نشرحها لأبنائنا اللي هي المفاهيم الموجودة الآن. لما نجلس مع أولادنا نتكلم مثلا عن نجاح وإيش معناه، هل هو آخر شيء وأول شيء في الدنيا، ولا إيش المهم في الإسلام، إيش موجود. كل ما أنا أربطه بأفكار الإسلام وبالسلف الصالح راح يعرف أولادي أو أولادنا كلنا كيف يختار الأشياء في الحياة التي تسبب له السعادة أو النجاح أو البهجة، وراح يعرف تماما يوجه جهده في الاتجاه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. طيب، إذا المفاهيم مهم جدا نحن نشرحها، كيف هي مفاهيم الإسلام أو على طريقة الإسلام التربية الإسلامية، والمفاهيم الحالية كيف شكلها. وطبعا لازم أنبه إنه المفاهيم الحديثة للنجاح وللسعادة الموجودة الآن هي تبيح للشخص إنه استخدام كل الأساليب الموجودة مباحة. يعني عشان إنسان يوصل للسعادة ولا للثراء مثلا ولا للغنى، معناها هو مسموح له إنه يمارس أي شيء، أي نوع من الأعمال التي تجلب المال، بدون ما يقيد أي شيء هذا بأحكام وضوابط شرعية. طبعا هذه من الأفكار اللي هي خليط جاية على أبنائنا، فتلاقي الولد ولا البنت يقول أنا أبغى أشتغل كذا وكذا عشان يكون عندي فلوس كثير. طب هذا ما يصير، مو مهم، المهم إن أنا أصير غني. طب كيف أصير غني؟ يعني البنت مثلا تطلع في السوشيال ميديا بشعرها بجسمها بزينتها كلها، والله عشان تكون مثلا نقول زي ما يسموهم الآن فاشينيستا، عشان يكون لها دخل مالي. طيب هذا الشيء هل هو حلال ولا حرام؟ أول شيء لازم يعرفه، إذا كان حرام خلاص من الأساس إنه ما يقوم فيه. لكن يمرر، ليش؟ لأنه الجو العام كذا والجميع يعمل هذا الشيء وما في أي مشكلة، أصلا هو كله من وراء الكاميرا. التسهيلات هذه اللي يجي فيها الشيطان في أذهان المربين هي اللي تربك متلقي التربية، الأبناء والبنات، فبالتالي ما يعرفوا. لذلك لما يضلوا الأبناء ولا يضيعوا ولا يغيروا مساراتهم في الحياة، الآباء يزعلوا، لكن ما يعرفوا أنه هم أساس هذا الضياع وهذا الضلال الذي سار فيه الأبناء والبنات. ليش؟ لأن الآباء والأمهات ما كان عندهم خطة واضحة في توجيههم وتعليمهم وتربيتهم حتى يستطيعوا تطبيق هذه التربية على أنفسهم وعلى قراراتهم في الأعمال وفي حياتهم كلها.
طيب احنا وصلنا في آخر الحلقة، احنا ما خلصنا هذا الموضوع، وإن شاء الله راح يكون له سلسلة معينة، لكن خلوني أأكد عليكم موضوع التربية موضوع مهم جدا. ليس هو الصعب وليس هو السهل، لكن الإنسان لما يعرف ويتعلم ويفهم موضوع التربية وقصة التربية الإسلامية إيش هي، وإيش لازم يكون الهدف والطريقة والأسلوب والأشياء اللي تلعب دور في نجاح أو فشل عملية التربية، تكون الرحلة سهلة. لكن كل ما الإنسان يكون جاهل بموضوع التربية الإسلامية وليش لازم أربي وما عنده خطة وما عنده هدف، معناها كلام فاضي هذا. يعني راح ترجعونا 100 سنة ورا، وراح لو عشنا في الصحراء ما راح يكون عندنا كده، وفي العصر الحالي ما تنفع هذه التربية، فخلونا نعيش زي ما احنا عايشين. إذا نبغى نعيش زي ما احنا عايشين، معناها إنه عيشتنا نحن وغير المسلمين نفس الشيء، يعني حياتنا ومماتنا نفس الشيء. والله سبحانه وتعالى يعني قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، فنحن من خير الأمم. لذلك لازم ننتبه لهذه النقطة أثناء تربية أبنائنا. كنت أنا معكم خديجة برهان في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج خطوة. ألتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم في نفس الموعد. أترككم في حفظ الله ورعايته، في أمان الله. صوموا بسمة